السلام عليكم مشاهدي قناة مطبخ زهور المراكشية. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا جيتكم بتتمة الفيديو السابق اللي غادي نحضر لكم فيه هاد المعلكة بالكاوكاو. كيف ما شفتوا معايا في الصورة تتجي رائعه ومعلكه نيت وسهله في التحضير ديالها. بالمقادير ديالها جد بسيطه، وحتى التحضير ديالها ما تاخذش لينا واحد الوقت يعني كبير. يكفي انكم تشوفوا النصائح اللي غادي نعطيكم والطريقه باش خدمت هذه المعلكه هذه، واكيد غادي تنجح معكم ولو لاول مره غادي تصوبي المعلكه ديالتك. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ينال اعجابكم. وإلا كان تعجبكم محتوى قناه مطبخ زهور المراكشيه وكتشوفوا لاول مره، ما عليكم الا تشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الجرس ابوني باش هكا يوصلكم كل ما هو جديد، وديروا واحد اللايك وبارطاجيو الفيديو باش هكا تعمل فائده على الجميع. ندوزو مباشره لتحضير المعلكه ديالتنا. هنا كيف ما تشوفوا معايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو البلدي اللي تيجي على هذا الشكل هكا، تيكون بالقشره ديالته تيجي صغيور بهذه الطريقه هذه. دخلته الفران حتى يعني شويه بدا كيتحمر معايا، يعني الغرض ديالي ماشي تحمر ليا مزيان حتى تولي عندي الحبه اللون ديالها ذهبي، الا غير يتشمع ليا شويه ويزيد هكا واحد شويه فقط وصافي. وتنخرجو تنبدا هكا نحاول نقشرو بهذه الطريقه هذه، وكندوز نطحنو مباشره على شكل هكا السميده، يعني ما كنطحنوش حتى كيولي عندنا بودره، كنطحنوه حتى كنتحصلوا على داك القوام بحال الشكل ديال الكسكسو الرقيق اولا السميده كيف ما تشوفوا معايا في الصوره. كيف ما قلت لكم ما تطحنوش حتى يولي هكا عجينه. وغادي نضيف عليه 200 غرام ديال سكر سنيده مع واحد الكيس بنكهه ديال الزهر. ممكن انكم تعوضوه بالكيس ديال الفاني، ولكن بالنكهه ديال الزهر كتجي ولا اروع. ضفت معاهم كذلك حتى واحد شويه ديال القرفه، غير ما تصوراتش ليا. ودرت هنايا واحد الكيس ديال الخميره الكيميائيه من وزن 8 غرام مع المربى اولا الكوفيتير ديال المشماش اللي كيجي على هذا الشكل هكا. درت تقريبا 2 معالق ومع واحد البيضه هي باش غادي نجمع في الاول العجينه ديالي. ومن طبيعه الحال هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، واكيد قبيصه ديال الملحه راه ضفتها مع القرفه ما تصوراتش ليا للاسف. المهم زيدوها راه كتجي واحد كتعطينا واحد الذوق رائع للغريبه ديالتنا. صافي هنايا غادي نبدا نخدم المعلكه ديالي، وانا كنجمعها بطبيعه الحال انا كنخدمها وانايا كنعلكها. وإلا شفت باقي خاصني البيض راني كنعاود نزيد بيضه اخرى كيف ما شفتوا معايا في الصوره. هاد المقادير هادو هزات ليا 2 ديال البيضات، يكونوا هكا متوسطين في الحجم، ما يكونش البيض تاني كبير بزاف وما يكونش تاني البيض صغير، يكون متوسط. راه غادي تهز لكم 2 ديال البيضات. نحاول تاني ندمجها مع المكونات وانا نخدم وانا تنعلك المعلكه ديالتي. يعني غادي تبداو تخدموها وتتعلكوها باليد ديالكم كيف ما كتشوفوا. وهنا الا شفتوا راسكم زدتوا ليها البيض بزاف اولا جرات معكم، ما عليكم الا تغطيوها وتخليوها ترتاح في الثلاجه، راه غادي تجمع راسها. صافي هذا هو القوام اللي خصني نتحصل عليه. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نغطي عليها بواحد الفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح معايا واحد المده ديال 15 دقيقه اولا غير 10 دقائق. انا خليتها غير 10 ديال الدقائق ووليت رجعت ليها حطيت بها في الثلاجه. صافي هنا بعد مرور المده ديال 10 دقائق غادي نجيب المعلكه ديالي ونخدمها اولا نشكل منها كريات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كنكون موجده حدايا بياض البيض وعندي هنايا اللوز ايفيلي. غادي ناخذ هنايا المعلكه غادي نشكل منها كريات، كل كره غادي ندير فيها 15 غرام على حسب الطلبيه ديال السيده انها بغات المعلكه تجيها صغيره، ما بغاتش ديك المعلكه اللي كتكون هكا من الحجم الكبير كيف ما كنعرفوا، بغاتها صغيره كيف ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو. وصراحه جات ولا اروع، جات هي هذيك، وحتى في الحطه ديالتها ما نعاودش لكم جات رائعه. صافي كيف ما قلت لكم تندوزها في بياض البيض وغير شويه فقط، ماشي كنحاول يعني نخليها واحد المده.
نديها مباشره، ندوزها كذلك في اللوز ايفيلي. هنايا كنحاول نقاد واحد الكميه لا باس بها، واحد 4 الحبات حتى ل 5 الحبات عاده، باش كنفندهم في هذاك اللوز ايفيلي. واكيد كنكون موجده حدايا طاوه اللي مفرش عليها ورق ديال الطبخ. ضروري تفرشوا ورق ديال الطبخ في الطاوه باش هكا ما كتلصقش لكم المعلكه في القاع ديال الطاوه. وفي هاد الوقيته هادي تنكون مشعله الفران ديالي فرن كهربائي من الفوق ومن التحت على اعلى درجه باش يسخن ليا مزيان. هاد الانواع من المعلكات اولا الغريبات كيبغيو الفران يكون سخون في الاول. بعد ذلك غادي نقص ليها الدرجه ديال الحراره حتى ما بين 150 160 باش هكا تطيب ليا الغريبه ديالي مزيان، وهداك اللوز ايفيلي تحمر معايا، وكذلك حتى الغريبه طيب معنا وكتبقى لينا اكيد معلكه. ما نفوتوش فيها الطياب لمده ديال 12 دقيقه هكاك حتى ل 15 دقيقه على حسب الفرن ديالكم اولا درجه الحراره ديال الفران ديالتكم. وصافي وتتكون هذه هي المعلكه ديالي بعد ما طيبتها قدمتها على هذا الشكل هكا باش تشوفوها معايا في طبق ديال التقديم. تتجي من اروع مما يكون، تتجي محمره رائعه، واكيد تتجي معلكه نيت، يعني ما سماوها معلكه حتى كتجي معلكه بحال المسكه. وحتى في المذاق ديالها رائع لان زدت فيها هذاك الذوق ديال الزهر والقرفه. ما نعاودش لكم جات بنينه وشكراتها لي السيده عجبتها بزاف. وكذلك حتى هذاك الحجم ديالها جا محدق وجا اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر، وانا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. ودائما ما تفوتنيش الفرصه، كنبغي نشكر مجموعتي مجموعه الصدق والتعاون برئاسه اخي اتوميكس الداعم الرئيسي لمجموعه الصدق والتعاون اللي كيدعم في جميع شروط اليوتيوب، كيدعمنا في الساعات وفي العصافير وفي الدولار وفي السوبر شات. فمن هذا المنبر اكيد اللي بغى ينضم للمجموعه ما عليكم الا تواصلوا معنا على الرقم المثبت اللي غادي نخلي في اول تعليق. ومرحبا بالجميع اللي عندها قناه صغيره او لا مفعله او لا غير مفعله، ما عليك اختي الا تنضمي معنا باش هكا تحققي جميع الشروط، يعني في واحد الظرف اللي هو وجيز. وهذا الشيء كامل راه فابور كيدعمنا اخي اتوميكس بالمجان. فابور فابور فابور، يعني ما عليك الا تواصلي معنا وان شاء الله غادي تفرحي بالقناه ديالك. والحمد لله دائما عندنا انجازات متتاليه يعني في المجموعه ديالتنا. الحمد لله الاخوات دائما كنفرحوا معاهم باكتمال الساعات ديالهم، وكذلك يعني باي شرط من الشروط بالتفعيل او لا بوصول كود ادسنس او لا كذلك بتحقيق الشرط الاول اللي هو لي زابوني. فالحمد لله هاد الشروط هادو كيتحققوا في ظرف وجيز. فشكرا لك اخي اتوميكس على هاد المجهودات اللي كدير معنا، وتحياتي للمشرفات الاتوميكسيات جزاكم الله كل خير. وما نساش كذلك حتى اعضاء المجموعه، شكرا للجميع. وهنا بغيتي نذكركم بانني بعد ما خرجت الغريبه ديالتي من الفران راني دهنتها بالنباج باش هكا تنحيد منها هذيك الشهوبيه اللي كتكون فيها وكتزيد تعطيني جماليه المعلكه ديالتي. تيكون هنا الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم ولو بالقليل في هذا الشيء اللي شرحت معكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو، نتلاقى بكم ان شاء الله في الشكل الثالث من الطلبيه. نتلاقاو ان شاء الله على خير، مع السلامه.